المغرب على موعد مع مواجهة صعبة وحاسمة في كأس العالم لأقل من 20 سنة. أسود الأطلس سيواجهون منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة 10 من أكتوبر، لكن المباراة ستنطلق ليلة الخميس الساعة 12 ليلا بتوقيت المغرب ضمن دور ثمن النهائي. هذه المواجهة تمثل فرصة ذهبية للمنتخب المغربي لمواصلة مشواره في البطولة والتألق على الساحة العالمية. الفريق قدم مستويات قوية في دور المجموعات، واللاعبون مستعدون لتقديم كل ما لديهم من مهارة وروح قتالية لضمان التأهل إلى الدور المقبل. المدرب يعول على خطط هجومية متنوعة مع التركيز على السرعة والتحركات الذكية للسيطرة على المباراة. في المقابل، كوريا الجنوبية ستكون خصما صعبا، ما يجعل المباراة أكثر إثارة وتشويقا لكل المتابعين. الجماهير المغربية ستكون على الموعد، وتشجيعهم سيكون دافعا إضافيا للاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الأمة. كل لحظة في هذه المباراة قد تحدث الفارق، وكل هدف سيكتب صفحة جديدة في تاريخ أسود الأطلس الصغار. تابعوا المباراة ليلة الخميس على الساعة 12 ليلا، واستعدوا لتجربة مليئة بالإثارة والتشويق في ثمن النهائي، حيث يأمل المغرب في صنع إنجاز جديد يخلد اسمه في كأس العالم لأقل من 20 سنة. ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة المغرب وكوريا الجنوبية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد حول مواعيد المباريات وأخبار المنتخبات العربية.